فخليني رضيان عليكي، هيك لنضل حبايب. فايت عند عمي. لك الله لا يوفقك. واخيرا شرفت. حبيبتي مشان الله راسي عم يوجعني وجوعان كثير وتعبان، مو فاضي اسمع منك ولا حرف. روح حطي لي اكل يلا. هلا كل هالسيمفونيه لاني عم طالب بحقي بوقتك. حق شو؟ ليكني اجيت على البيت، ولا شو مطلوب مني؟ ضل قاعد بالبيت واعمل لك باميه يعني؟ ساوي لك ملوخيه؟ احشي لك مكدوس؟ شو رايك اترك حياتي ومستقبلي يلي هو مستقبلك ومستقبل اولادنا وقعد لك بالبيت؟ حبيبتي انا هلا عم مر بمرحله كثير خطيره، لازم تكوني واعيه لهي المرحله، ما تكوني هيك بنت فاضيه ومتطلبه دائما. ابو ايمن اخي الكبير وكان بمثابه اب، بس يعني الزمن فرقنا. انت ولا مره حكيت لي تفاصيل هي القصه غير انه انت نجحت بالبزنس وهو لا؟ هو كان بده يزوجني لبنت شريكه، بنت رجل اعمال، مشان هو يكون معه شريك بالشغل ويسحب منه تمويل ضخم. ايه عرفتها، بشعه كثير على فكره. إيه بس انا مو لانها هي بشعه ما تزوجتها، يعني هي ما حسيتها فتاة احلامي، مو هي الفتاة اللي فيها مواصفات عاليه لحتى حارب الدنيا معها مثل ما عم حارب الدنيا معك. إيه لهيك اخي اعتبرني اخ عاق واتهمني بخساره الشراكه. ابو ايمن، انا رجا مرت اخوك. الو. افتح نت، بعثت لك صور على الواتساب. ليش في اي مشاكل بحملتنا؟ والله حملتنا الانتخابية قدامها كارثة، في صور وصلتني من الأملاك. شوف بس. ضروري تفهمي اذا مجتمعين انا وياكي وقاعدين مع بعض، هذا لا يعني انه انا بدي اطوي صفحه الماضي مع اخي وافتح صفحه جديده. ابو ايمن ما تكابر، انت بتحبه لاخوك، والدليل انك اول شيء سالتني اذا تيم صاير له شيء. إيه انا عم اسال لانه اجى وقت توزيع الورثه، مو لاطمن عليه. مع اني واثقه انه هي اللهفه مو لهفه واحد عم يسال عن ورثه، بس معلش رح اجي معك. اعتبر انه هلا اجى وقت توزيع المصالح، ليش لا تخلي غيرك يستفاد؟ ما فهمت اصلا نحن ليش مجتمعين مع بعض هلا؟ انا جايه لهون لانصحك. حلو، انت بدك تنصحيني؟ اكبر منك بيوم، اعرف منك بسنه، وانا اكبر منك بكثير. بس العداوه بينك وبين اخوك ما عم تخليك تشوف مصلحتك. يا ابو ايمن، فكر اذا اخوك فاز بالحمله الانتخابيه تبعيته قديش رح تجيك فرص للاستثمار يمكن ما كنت تحلم فيها بحياتك. وبعدين مجرد انك توقف جنبه بهي الحمله الانتخابيه رح يلبيك كثير. وبعدين انسى هذا الشيء كله، لا تخلي العداوه بينك وبين اخوك تنتقل لاولادنا بعدين. تفضلي اشربي القهوه. ولك ايمن انا عم اقول لك اني حامل، بتقلي كيف يعني؟ بدك تخلصي منه وتنزليه أحسن ما أخلص منك. لك ايمن مدام، شو عم بيصير؟ عم أذنكم، أنا عندي شغل. اهلين مدام، الاستاذ مو هون والجماعه اللي موجودين بالالف يا ويل حتى دبرنا موعد معهم، اذا خسرناهم يعني خسرنا اصواتهم بالانتخابات وحتروح للخصم. لازم دق له فورا. خارج التغطيه. طب شو صار قبل ما يطلع؟ ما صار شيء، ما بعرف، طلع فجاه وانا ما عرفت شو بدي اتصرف فدقيت لك. شو عم بتفكري؟ عم فكر اطلع استقبلهم انا لبين ما يوصل تيم. انت متاكده؟
عنا حل تاني؟ لا ما عنا حل ثاني. خلص معناتها أنا طالعة الحقيني. يلا. ماشي مدام. بعرف انه الهدف هو الفضيحة او اني انسحب من الانتخابات، بس مو هذا همي هلا. الصور تبع مرتي بدي اعرف. اسمع لي لك، بدي اعرف مين الشخص يلي هي معه هلا. بتراقبوا لي اياها طول الوقت. يلا مسافة الطريق بكون عندك. باي. ريم، حاولت كثير اتصل بتيم، موبايله خارج تغطية، لكن إذا أجى قبل ما أشوفه قولي له، ولا أقول لك لا تقولي له شيء، أنا رايحة. طيب ضمنيني شو بصير معك؟ الو، مدامتك احكي ليش سكتت؟ مدامتك فاتت على بناية ودخلت شقة، لسه ما تأكدنا مين هو.